لو انت ستارت اب بيزنس، هل يشترط ان انت تجيب تيم ماركتنج كامل؟ نسبة كبيرة من افشل الشركات في الوقت الحالي هو نوعين من الشركات. النوع الاول من الشركات هو النوع اللي ما بيقدرش يوفر تيم كامل متكامل جوه المؤسسة بتاعتها، وشايفة ان الموضوع ممكن يبقى صرف على الفاضي بدون اي عائد. النوع الثاني من الشركات هي الشركات الغير مؤهلة تماما او عدم توافر اي خبرة داخل الشركة نفسها. فلو انت بزنس اونر او لسه ستارت اب بزنس ولسه بتعتمد او ناوي تعتمد على النوع ده من الشركات، للاسف هم هيبيعوا لك الهوا في الازايز وهتخسر وقت وفلوس ومجهود، لان الشركات دي باختصار هي بتعتمد على نظام باقات فاشل تماما. لو انت ستارت اب بزنس، هل يشترط ان انت تجيب تيم ماركتنج كامل؟ الاجابه لا، لانك انت ممكن تبدا بحاجات اوت سورس او حاجات اساسيه ممكن تجيبها داخل الشركه بتاعتك، زي الكونتنت كريتور، زي الجرافيك ديزاينر، وزي الميديا باير فقط لا غير. او ممكن تجيب ديجيتال ماركتنج سبيشالست زي باقي الشركات اللي بتحب توفر شويه ويقوم بكذا دور داخل الديجيتال ماركتنج اوبريشن بتاعتك. طيب لو في الاتجاه الثاني، لو انت صاحب شركه وعندك بيزنس قائم بشكل حالي وبيحقق مبيعات وليه وجود كبير جدا في السوق، وعايز تبدا تزود من المبيعات بتاعتك، تقدر تتعامل مع شركات البرفورمانس او البرفورمانس ايجنسي. ودي باختصار هي الشركات اللي عندها مسؤوليه كامله وعندها استعداد انها تحقق لك مبيعات من اليوم الاول اللي تشتغل معاك فيه. انا عبد الرحمن عصام، ديجيتال ماركتنج سبيشالست، خبره اكتر من 4 سنين في الديجيتال ماركتنج. لو عايز تشوف النوع ده من المحتوى، اعمل لي فولو.